السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة حابة اوريكم حاجة عن تجربتي شخصية. بصوا يا حبايبي، حاجة كده اللي هي الحل السحري، هي دي حباية البطاطس. انا كان عندي حساسية في ايدي، كان في تشققات في ايدي، وكان ايدي ناشفة باستمرار، وبستخدم مرطبات وحاجات كتير، ما كانش في اي نتيجة. وكشفت لها عند دكتورة متخصصة، دكتورة امراض جلدية، فقالت لي دي حساسية، وكتبت لي شوية كريمات ومراهم والكلام ده. فيعني للأسف ما جابتش نتيجة. فبالصدفة والله يعني لقيت نتيجة كده عجيبة، سبحان الله، وطبيعية وما شاء الله، يعني من غير ما تكلفني ولا أي حاجة. هي حبة البطاطس. مرة أنا وبقشر بطاطس، أنا وبجهز أكل لأولادي، البطاطس اللي بخشنة دي، اللي بتكون بتطلع نشا جامد، فلقيت إن هي مية البطاطس بالنشا بتاعها ملا ايدي. فرحت بصراحة قلت هتعمل ايه، رحت دهنت بيها ايدي وسبتها لما تنشف، وقلت ما اشوف يعني ايه هتعمل ايه، يعني مش هتتأثر في ايدي في حاجة، يعني بالذات ان البطاطس ما بتديش لون ولا حاجة. فلاحظت بعديها بكم يوم اني انا ايدي التشققات اللي فيها دي يعني قفلت خالص، وايدي بقت ناعمة جدا. انا عندي حساسية يعني سبحان الله في ايد واحدة، اللي هي الايد اليمين، علشان انا بشتغل بيها دايما، وبحطها في المنظفات، وبحطها في حاجات كده، وبستخدمها في شغل البيت. فهي دي اللي اكتر حاجة خدت حساسية من كتر المنظفات وكده. فالدكتورة قالت لي يا ريت ما تستخدميش، يعني تستخدمي جوانتي وكده. فانا الجوانتي بصراحة بيلخمني، وحاسة ان انا مش متحكمة في الحاجة اللي قدامي، واخدة راحتي. فلما لقيت الفكرة دي فحبيت انا يعني اشارككم فيها كده، ونستفاد كلنا. فقولولي يعني ايه رأيكم في فكرتي دي، وحاجة طبيعية جدا، ويا رب كله يستفاد منها. جربوها كده، وخصوصا احنا فصل الشيف كده، فهتشيل تشققات الايد. ولو واحدة عندها حساسية وبتعاني من المنظفات مني زيي، فتجربها. وياريت ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.